موضوعنا عن فضل العشر الأوائل من ذي الحجة. أيام مباركات أقسم بها رب الأرض والسماوات، أيام فيها عتق من النار، فيها رحمة، فيها بركة، فيها سكينة، فيها استقرار. أقسم الله في هذه الأيام قائلا: والفجر وليالي العشر. والله سبحانه وتعالى لا يقسم إلا بعزيز جل جلاله وتباركت أسماؤه. فهذه الأيام المباركة مكانتها عالية عند ربنا سبحانه وتعالى. سريعا، كيف نستغل هذه الأيام المباركة؟ أولا الصيام، والصيام ما قدر الله له، اللي يقدر يصوم، ليس بفريضة، فإن من لديه عمل شاق فهناك أعمال أخرى كثيرة ممكن أن يتقرب بها العبد إلى الله، بها منها الذكر. وما أدراكم ما الذكر؟ الذكر مكانته عالية عند ربنا سبحانه وتعالى. قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة البقرة: فاذكروني أذكركم واشكروا لي. وقال الله جل وعلا في حديثه القدسي: ومن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. صلوا على رسول الله. اللي يذكر ربنا في نفسه بينه وبين نفسه، وربنا سبحانه وتعالى بيذكره بينه وبين نفسه. واللي يذكر الله على الملأ: ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، ذكرته في ملأ خيرا منه. يعني اللي يذكر ربنا وهو قاعد مع مجموعة من الناس، ربنا سبحانه وتعالى بيذكره في وسط مين يا اخوان؟ وسط الملائكة. بالذكر ربنا بيحبك، ولو ربنا حبك هيحبب فيك الناس. لو ربنا سبحانه وتعالى حبك هيحبب فيك الناس. ما احنا اوقات بنلاقي واحد محبوب عند الناس، لما يتكلم الناس بتسمع كلامه، والناس بتسمع له، والناس حباه، ولما يمشي في اي مشوار الناس حابه تقعد معاه. ونلاقي واحد ولا حول ولا قوه الا بالله وشه على غضب ربنا، اول ما يهل الناس بتشمئز منه، اول ما يهل الناس بتستعيذ بالله من شره. الفرق بين الاثنين ايه؟ الفرق بين الاثنين ان اللي ربنا بيحبه بيحبب في عباده. صلوا على سيدنا النبي. ما هو يا اخوانا ربنا، الانسان بيذكر ربنا وبيتقرب لربنا سبحانه وتعالى، فربنا بيحبه. فلما ربنا يحبه ينادي جل جلاله على جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. أنا بحب فلان، أنت التاني حبه. فينادي سيدنا جبريل أولا يحبه، فينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه. فيوضع له القبول في الأرض. تلاقي كده طول ما هو ماشي الناس إيه؟ الناس بتحبه، جيرانه بيحبوه، زوجته بتحبه، وهي لو ست زوجها بيحبها، أولاده بيحبوه، أصدقائه بيحبوه، أقاربه بيحبوه، الناس كلها بتحبه. ما عشان ربنا بيحبه وضع الله له القبول في الأرض. ما أصل الحب والكره يا أخوانا دي في القلب، والقلب ملك لمين؟ القلب ملك لله سبحانه وتعالى، قلبنا مش ملكنا. فلذلك بعض الناس بتلاقي انت اول ما تقابله بتحبه من غير ما يحصل معاك اي حاجه، انت قابله كده وحبه. دليل ان الانسان ده ربنا بيحبه. اللهم ارزقنا حبك يا رب. انسان تاني بتلاقيه، اطفوا يا اخوانا البخور ده بعد اذنك. بتلاقي انسان تاني يبعد ويكون بعيدا عن الله سبحانه وتعالى بكثرة الايه؟ بكثرة المعاصي. من كتر ما هو بيعصي ربنا ايه اللي بيتم؟ ربنا بيكرهه. طب لما ربنا بيكرهه ايه اللي بيتم يا مولانا؟
انت الاول واخد بال حضرتك يعني ربنا بيكرهه؟ ده انت حضرتك لو شغال ولله المثل الاعلى، ده انت حضرتك لو شغال في شركه ولا في مكان معين، وبعد ما اشتغلت في المكان المعين المدير بتاعك بيكرهك، هيعمل معاك ايه؟ هيتعبك، صح ولا ايه؟ طيب ما بالك بقى بربنا يكره انسان، حياته هتبقى عامله ازاي؟ وهيبقى ماشي ازاي اصلا وربنا بيكرهه؟ اسمع، ينادي ربنا على جبريل. اذكروا الله، احنا بنتكلم عن الذكر يا اخوانا. ينادي ربنا على جبريل: يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه. فلان ده أنا بكرهه من أعماله، أبغضه. سيدنا جبريل يكره الإنسان دي، فينادي جبريل على أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه. ربنا بيكره فلان، اكرهوا انتوا التانيين، يبقى ربنا بيكرهه والملائكة بتكرهه ويرفع عنه القبول في الأرض. طول ما هو ماشي كده الناس بتكرهه، والناس تشوفه من غير ما يحصل بينهم أي حاجة، مش حابين يتعاملوا معاه، جيرانه مش حابينه، أقاربه مش حابينه، زمايله مش حابينه، وكل إنسان كل الناس بيبعدوا عنه، بيبعدوا عنه عشان هو راجل ربنا بيكرهه. وسبحان الله الناس ديت بنلاقيها في كل مكان، والناس دي ربنا حتى بيعمي قلبهم، تلاقيهم ماشيين بيطبشوا مع الناس وماشيين بيعملوا مشاكل مع الناس، وسبحان الله يعني يسول له الشيطان سوء عمله. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ ربنا بيقول للنبي: قل للناس، قل للمؤمنين: هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ من هم يا رب؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، عملوا ضال في ضلال ويعيشوا في ضلال. اسمع، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ده كارثة سودة والله. يبقى الإنسان فاسد شايف نفسه أنه هو صالح، يبقى الإنسان عاصيا ويرى نفسه وليا، ويا ويل اللي ربنا بيسلط عليه لسانه، يا ويل اللي ربنا سبحانه وتعالى بيسلط عليه لسانه. فلذلك اللي عايز يتقرب من ربنا أكتر وعايز الناس تحبه وعايز يبقى سعيد يذكر الله. ده كمان بقى المفاجأة، إن لما يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة، يوم أن تدني الشمس من فوق الرؤوس، اسمع يا سيدي، يدخل أهل الجنة الجنة، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، ويدخل أهل النار النار، نعوذ بالله منها. أهل النار في حسرات وفي هم وفي غم، أهل الجنة في سعادة وفي سرور. سؤالي هنا، أهل الجنة هل يذوقون طعم الندم؟ أهل الجنة بيندموا على حاجة؟ الإجابة بيندموا. زي مولانا، اسمع يا سيدي، لما يدخل أهل الجنة الجنة ويرون جزاء الذاكرين، الله لما يشوفوا كده جزاء الذكر، يندم كل امرئ منهم على كل ساعة، بل كل دقيقة، بل كل ثانية فاتت من عمره ولم يذكر فيها اسم الله. الذكر يا اخوانا، وما أدراكم ما الذكر. ثانيا نصلي على سيدنا رسول الله. الموضوع والله طويل، والأعمال اللي نتقرب إلى الله بها طويلة، بس المشكلة في الوقت بيبقى ضيق علينا. الصلاة على رسول الله. الإنسان اللي ما كانش يصلي على النبي في الأيام دي هيصلي على النبي امتى؟ ده في ناس النبي عارفهم بالاسم. بتقول يا مولانا زي ما بقول لحضرتك كده، في ناس النبي عارفهم بالاسم. ازاي يا مولانا؟ لما يصلي على رسول الله بتلاقي ملك بيخبر النبي صلى الله عليه وسلم من كتر اسمه وبيتردد قدام النبي. في ناس النبي حافظ اسمها. ده والله العظيم يا اخوانا الواحد بيتعامل اوقات مع ناس والله بيستغرب من كتر الذكر اللي هم بيذكروا ربنا فيه. طول ما هو قاعد استغفر الله، اللهم صل على سيدنا رسول الله، اللهم صل على سيدنا رسول الله، ذاق قلبه ذاق طعم الصلاة على سيدنا النبي، وربنا بيستجيب لدعائه.
ربنا بيرفع قدره، ربنا بيتولى أمره، ربنا بيبارك له في حياته، ربنا سبحانه وتعالى بيرفع قدره بين العباد. يبقى الذكر جزاؤه عظيم. ونقول المتخاصمان، اللي مخاصم جاره أو اللي مخاصم قريبه